اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام اوفر فلو، البرنامج اللي بنحاول نساعد فيه الطلبه والفريش جرادز والسينيور او الجونيور انجينيرز والاستفسارات او المشاكل اللي ممكن يكونوا بيقابلوها في الفترات الاولى في الكارير بتاعهم. معاكم عمر رضا وصديقي احمد خالد. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ ازيك يا عمر، ايه الاخبار؟ كله زي الفل. والموضوع بتاع الحلقه النهارده اكتر بقى ايه، احنا اتكلمنا عن الانترفيوز، اتكلمنا عن مرحله ما قبل الشغل، خلونا ندخل في المعمعه، هنتكلم في الشغل. اوكي. طيب الحلقه دي هنبقى بنتكلم فيها عن حاجات ليها علاقه ببيئه العمل او الشغل نفسه. واول حاجه عايز ابدا بيها معاك يا احمد هي البليمنج انفايرمنت، او ازاي ان انا اكون في بليمليس انفايرمنت. الفرق ما بين ان انا اكون ببليم حد او ان انا يكون عندي اونر شيب. فرضا احنا في شركه وحصل مشكله على البرودكشن، ايه اول حاجه ممكن اعملها او اتصرف ازاي في سيناريو زي ده؟ هل مثلا ارمي المشكله على حد او اكلم حد، ولا انا هندلها انا، ولا بتمشي ازاي؟ بص، خليني اقول بس كده، ايه انت سؤالك لو انا عملت المشكله على البرودكشن مثلا او بوظت خلينا تصنيعيه نجاوب على الاثنين، انا عملت او اتعمل وانا في القصه. هو في كل الاحوال لو انا في environment healthy environment فانا المفروض ما بيبقاش في حد بيلوم على التاني. however احنا لازم نعرف ايه مين اللي عمل المشكله عشان نساله نقول له انت عملت ايه، بس بالظبط. يعني مش عشان خاطر نجلده. يعني احنا بنتكلم بمنتهى الصراحه. في بعض الانفايرمنتس انا لو حد عمل فيها مشكله بيطلع مسرح ونقعد نجلد فيه. دي الانفايرمنتس اللي مش هيلسي، اللي بننصح دايما الناس اللي هي يا اما تحاول تحسنها لو هي في التيم بتاعها بس، وفي بقى بروسس في الشركه وما الى ذلك، تحاول تحسن الانفايرمنت دي، تتكلم مع مدير لو هو مش اوير بكل اللي بيحصل، يعني ارجع لحد تاني مش عارف بصراحه، يعني ممكن يحسنوها ازاي، كل واحد ديبنز على ظروفه. لكن الانفايرمنت الهيلثي ما بيبقاش فيها بليمنج. واول حاجه المفروض اعملها اول ما انا ابوظ حاجه تو تيك الاونر شيب. يا جماعه انا بوظت 1 2 3، عملت كذا كذا، ودلوقتي سي مثلا برول باك، او انا دلوقتي مش عارف ممكن اعمل ايه، مش عارف ازاي ممكن ادوس كنترول زد عشان ارجع للستيت اللي كان فيها مثلا السيرفر بتاعي او وات ايفر، المشكله عامله ازاي، مش عارف ارجع لورا. ف ممكن اطلب نصيحه لو انا خلاص الدنيا بالنسبه لي بايظه، بس لازم على طول في وقتها اريز ماي هاند، اقول في انسيدنت حصلت، في عندنا مشكله، حتى لو هي مش برودكشن. لو انا هعرف ارجعها مع نفسي على طول، مش هاخد وقت كبير اعمل كده. طب لو انا ما عرفتش ارجعها لازم اريز، لا يا جماعه انا مش عارف ارجعها، حد يجي يساعدني. وزي ما بقول كده في اتليست في الكوربريت اللي انا كنت شغال فيها، في عندنا حاجه اسمها البوست مورتم. البوست مورتم اللي هو عارف الطب الشرعي لما بيبقى قدامه اللهم احفظنا جثه. ايوه، ده اللي بيشرح، ده اللي بيعرف المشكله فين. بيشرح سوري الجثه، ويعرف هي كان الطلقه جات لها منين او وقعت ازاي، يحاول يحلل السيناريو. بيسالوا اسئله كتير، عندهم حاجه اسمها الفايف وايز، وعندهم كذا حاجه علشان يحدد البوست مورتمز دي. بقى مليون واي. دي ليه حصلت، وحصلت ازاي، حصلت امتى، حصلت ليه، بنكولكت لوجز. فاحنا لازم نعرف المشكله حصلت ليه عشان خاطر نرجع لها وعشان نتجنب حدوثها بعد كده. بالظبط. فانا لو ما كانش في بروسيس ادت لان المشكله دي حصلت، برضه الهيلثي انفايرمنت دايما بتراعي ان بتتوقع ان انا عندي ناس ممكن تعمل مشكلات، فالى حد كبير بيبقى دايما عندها يعني ورك فلو، عندها بروسيس، ولو حصل كذا نعمل ايه، لو حصل كذا نعمل ايه. لو ده مش موجود حاول انت تانيشيت تبدا تعمله. لكن لو حسيت ان الناس بتبليم في الانفايرمنت بتاعتك، يا تصلح يا تسيب الانفايرمنت ديت. فزي ما قلت، اول حاجه انا بتيك الاونر شيب، بحاول ان انا ارول باك، ارجع خطوه لورا، ارجع كل حاجه مستقره زي ما كانت، او ان انا اريز ماي هاند واطلب المساعده من بقى الاون كولز لو هم شغالين، من السينيور مانجر، من المانجر بتاعي، هو ايفر يعني موجود وممكن يساعدني احل، اروح له على طول واقول له حصل 1 2 3، وابقى ترانسبيرنت واقول له انا عملت المشكله ديت وانا عايز اتجنب بعد كده ان انا اقع فيها، فخلينا نحط مع بعض شوف ايه البروسس، ايه اللي بيحصل في المواقف اللي زي كده. وعاده الناس مش بيبقى خلاص هو متوقع ان انت تعمل مشاكل. انت لو عملت مشكله مش مشكله كبيره برضه، جود فور يو برضه، جود فور يو انك عملت مشكله يت لحد دلوقتي. مش مشكله اكشلي، انت مش هتتعلم، بس المشاكل عن مشاكل تفرق. وانت برضه حاول زي ما انت كنت بتقول قبل كده ما تهبطش، يعني بلاش لازم اللي انت مش عارف ايه الكونسيكونسز بتاعها، ما تبقاش يعني ايه، ما تخش لوحدك اتليست يعني. انت رايك ايه؟ انا رايي ايه والله، خلينا نفصص بس الجزئيه دي حتتين كده صغيرين. اول حاجه الجزئيه بتاعه الاونر شيب، علشان احنا برضو اسقطنا الاونر شيب على حدوث المشكله.
في جانب اخر من الاونر شيب مرتبط بيه ان انت ممكن يبقى عندك اونر شيب في المكان اللي انت فيه تجاه مثلا انيشيتيف معينه. انت دي حاجه برضو ما بتبقاش قوي تقدر تعيشها في الفتره بتاعت الكليه، ان انا ابقى بقول حاجه from the very beginning لحد الفينش لاين. فدي واحده من الحاجات اللي بنمبريز بيها الاونر شيب كموظفين في الشركات اللي احنا فيها، وده بيحط ستار او بيهايلايت ان فلان مثلا عارف يدرايف حاجه فروم ستارت تو فينش، ففلان از ريسبونسبل انف ان احنا نحط عليه مثلا ديوتيز زياده، فيبدا ان هو يجرو، يبدا ان هو يجوت بروموتد اتسترا. فدي حاجه حلوه ان انت يكون عندك اونر شيب. ما قلناش ابن الشركه، ما انا مش بشجع هذا الكونسبت، انا مش ابن التيم. الشركه ساعات ممكن تبقى حلوه عادي. لا انا مش تيم ابن الشركه أوكي. خالص. يعني في الاول وفي الاخر انت شغال كموظف، فليك عدد ساعات عمل الطبيعي ان انت تكون بتشتغل فيهم، بتعمل اللي عليك وتمام. انا ما حدش قال لك احرق بنزين زياده عن اللزوم بشكل اجريسيف وتتوقع ان الشركه مثلا وقت لما يكون في مشكله هتبقى انت بالنسبه لها لا ده ابن الشركه مش هنيجي جنبه. رجعنا تاني القصه بتاعت الانسيدنت او وقت حدوث مشكله. طيب انا ممكن الطبيعي ان انا اكون حاطط قصه الاونر شيب دي في عين الاعتبار، ان انا لو انا سبب في المشكله لازم اكون ترانسبيرنت انف. يا جماعه انا عملت كذا 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 وبناء عليه حصل انسيدنت معين. اوكي. في الشركات المحترمه او الشركات الكبيره بيكون عندهم مترك زي مقياس احنا بنرجع في قد ايه وبنحدد المشكله في قد ايه. ودي حاجه مهمه جدا جدا في الشركات الكبيره. اوكي. بيتقال عليها المين تايم تو ديتكت والمين تايم تو ريكفر. دي غير الار بي او والار تي او. لا غير الحاجات دي. المين تايم تو ديتكت والمين تايم تو ريكفر دي الارقام اللي الشركه بتحطها، اللي بيها ان لو حصل مشكله زي ما احمد كان بيتكلم كده، انه طبيعي ان يحصل مشكله، ان احنا نحدد سبب المشكله في خلال مثلا 10 دقائق، في خلال 15 دقيقه انا باك اند راننج ومفيش اي حاجه حصلت، انا كده ريكفرد. فالاثنين ميتريكس دول مهمين جدا. وواحده من الحاجات اللي بتساعد على ان الميتريكس دي تكون قليله ان الموظفين يكونوا ترانسبيرنت. لو انا عارف ان مثلا انا عملت حاجه ممكن تكون سببت مشكله معينه، لو انا ما بقولش المين تايم تو ديتكت والمين تايم تو ريكفر هيزيد. فانت الوقت اللي احنا بنتاخره في ان احنا نرجع بيساوي فلوس. عكس الكليه خالص، انا مفيش حاجه اسمها اصل هو مش شغال دلوقتي فبكره ان شاء الله ابقى ارجع واشتغل عليه عشان اشغله. لا هو وقع فاحنا لازم نرجع باقصى سرعه ممكنه علشان احنا بنخسر فلوس دلوقتي. فدي حاجه بتبقى دايما ريليتد للشركات اللي هي بيبقى كاستمر فيسنج او الحاجه اللي بتعملها بتبقى ليها كاستمر امباكت. فقصه ان انا اكون عندي اونر شيب ان انا لو سببت مشكله اكون واضح، ده مهم في البروسيس بتاعت ان احنا نرجع بسرعه. طب مش انا، او انا عارف ان حد مثلا عمل مشكله ما او هو السبب في ان حاجه زي كده تحصل. والله يا جماعه احنا مثلا في الكول فاحنا عارفين مثلا ان كان في اكتيفيتي بيحصل فكان فلان الفلاني شغال عليه. طب فلان الفلاني انت عملت ايه عشان بس نقدر ان احنا نرجع. انا مش بقول لك قول انه هو اللي عملها وروحوا شوفوه. انت ستيل في الكول انت اوير بالكونتكست، فانت بتشير الكونتكست ده مع الناس اللي موجوده في الكول. والله احنا كان عندنا اكتيفيتي معين كان الانجينير الفلاني بيشتغل عليه، طب احنا محتاجين نسال في الانجينير الفلاني عملنا ايه وما عملناش ايه، فنبدا ان احنا نتحرك بناء على انه كان في اكتيفيتي شغال. فبنحاول ان احنا نظبط الكونسيكونسز اللي حصلت نتيجه الاكتيفيتي اللي كان شغال ده. ما حدش قال ان احنا بنوجه له اصابع الاتهام انت عملت كده ليه او انت ما كانش المفروض تعمل كده. مش ده الوقت اللي احنا بنتكلم فيه. وقت ان الدنيا واقعه ده مش ده المجال ولا دي المساحه اللي بنتكلم فيه انه انت السبب، لا انت اللي عملت، انت اللي صلح. احنا محتاجين نرجع. حتى بتلاقي ان في الشركات الكبيره ممكن انجينير صغيرين يوقعوا حاجه مثلا، او حاجه مثلا تكون اكتيفيتي راننج وبوظت حاجه مثلا في السيستم، وتلاقي حد من الدايركتورز دخل بايده دخل صلح عشان بس نرجع وبعد كده يحلها المولى. انت لسه بتتكلم في ان في عندنا بوست مورتم. البوست مورتم هتتملى وهيتعمل ريزنز وهيتعمل تايم لاين. الاكتيفيتي ده اتعمل الساعه كذا، الانسيدنت بدات الفاكتور ساعتها او الساينس ساعتها تبان الساعه كذا، فبالترتيب بالدقائق هيبقى في تايم لاين وهيبقى في ريزن في جاستيفيكيشن وهيبقى في حاجه اسمها اكشن ايتمز. البوست مورتمز فيها اكشن ايتمز، فبالتالي بنأساين تاسكات بناء على الناس اللي موجوده مين يقدر يهندل انه يفكس الجزئيه دي علشان المغزى من الانسيدنت او المغزى من المشاكل اللي بتحصل في الشركه انها ما تتكررش تاني. هي مش شطاره ان انا ما يحصلش عندي حاجه خالص. ممكن في مره عشان ما يحصلش عندي حاجه خالص حاجه تحصل تجيبني الارض يوم، تجيبني الارض يومين، فاخسر كل حاجه. بالعكس ده دي حاجه صحيه جدا ان البيزنس يواجه مشاكل فيبدا ان هو يتعافى من المشاكل دي فيتجنب حدوث المشكله لما سكيل البيزنس يكبر. صح. في الاول في الاخر ده بيأثر على التراست اللي ما بينك وبين العميل. ده رأيي.
اوكي. ويعني هضيف حاجه بس كده، زي ما نقول كل شويه هنحاول نشعبولي الكلام. هو البوست مورتمز عموما للناس يعني اللي ما عدتش بالبوست مورتمز او حاجه شبه الروت كوز اناليسيز، الار سي اي، بطلع ار سي اي بشوف ايه اللي حصل، ده كان سببه ايه، عشان بعد كده احاول اعالج المشكله اللي هي كان فيها الجهاز. مظبوط. وبالنسبه للجزئيه بتاعه ان في حد تاني عمل هو السبب في المشكله، دي ملهاش علاقه قوي بالاونر شيب، لان انا ستيل حتى لو حد تاني هو اللي عمل المشكله انا برضو اونر. ليه يا جماعه؟ احنا دلوقتي لما بنبسط الكلام كده، لو معدي الشارع وهو شارع اتجاه واحد، هتلاقي الاكسبرت شويه اللي بيعدي الشارع ده بيبص يمين وشمال. طب هو اصلا اتجاه واحد، بس هو بيتوقع ان ممكن يبقى في اخطاء من الاخرين، ممكن واحد ماشي عكسي، ممكن وارد، فلا قدر الله حصل اكسيدنت وهو هينزل يقول لي انا اللي غلطان، بس انا اللي اتخبطت. فوانس ان انا اللي اتخبطت، فانا الاونر للموضوع ده. هي نفس الاسقاط دوت على الشركه، حتى لو حد هو اللي عنده المشكله، انا ستيل عندي اونر شيب ان انا اصلح البروسيس، ما اسمحش ان حد تاني يبقى عنده يكرر نفس السيناريو ده تاني، وقع في نفس المشكله تاني. فهي ديت الحته بتاعت الاونر شيب. طيب انا عايز اسالك بقى دلوقتي يا عمر، ازاي احنا دلوقتي قلنا عندنا مشكله، فلو انا مش عارف حل خالص، انا هروح للسينيور انجينير او اروح للمانجر او اروح لهو ايفر اللي هيساعدني. ازاي اطلب مساعده من حد من غير ما احسسه ان انا، او يعني من غير ما يحس ان انا شويه برمي التاسك عليه، او ان انا ما عملتش الشغل اللي عليا؟ طيب هو احنا ممكن نلجا لحد يكون في تايتل اعلى او في ستراكشر يكون اعلى شويه من السكوب اللي انا فيه، في حالتين: حاله ان انا اكون محتاج مساعده في حاجه ما هياش مشكله، انا بس محتاج سبورت، وحاله تانية ان انا اكون عندي مشكله فانا محتاج حد يلحقني دلوقتي. اوكي تمام. نمسك الحاله بتاعت ان انا محتاج حد يلحقني دلوقتي. مفيش مشكله ان انت تلجا لحد وانت في الحاله بتاعت ان احنا عايز حد يلحقني دلوقتي. ليه؟ علشان بيبقى المين جول بتاع كل الناس ان احنا مش عايزين مشاكل. اوكي. وانا ممكن ابلع في قصه او فكره ان لو حصل مشكله انت جيت كلمتني على طول. دي ممكن ان احنا بالنسبه لنا يبقى تمام، بس مش على طول بصفه دايمه. يعني مثلا حصل موقف جيت كلمتني فدخلنا وحلينا، انا برضو مع الوقت ووجودك في الشركه انا هبقى متخيل ان انت هتقدر بشكل ما او باخر على سكيل معين من المشاكل انك تهندل ده. يعني ما انت مش مثلا والله الماشين واقفه فاحنا محتاجين حد يعمل لها ريستارت، ما انت معاك بيرميشن، اونر شيب يعني، انت معاك بيرميشنز اعمل لها ريستارت. انما لما يبقى الموضوع كومبلكس مثلا وبره الكونتكست بتاعك او بره السكوب اللي انت ممكن تشتغل فيه، او مثلا انت كتايتل معكش النيدد بيرميشن ان انت اوبريت او تهندل حاجه زي كده، طبيعي جدا وده شيء مفروغ منه. بالعكس ده احنا بننصح ان حاجه زي كده تحصل، انك تروح تكلم حد يبقى عنده بيرميشن يهندل حاجه عشان نقلل الوقت اللي احنا بنواجه فيه المشكله دي. اوكي تمام، دي واضحه. طب انا امتى اسال وانا ما عنديش مشاكل بقى؟ يعني انا مثلا معايا حاجه معقربه او معايا حاجه مش ماشيه ومش عايز كل شويه اروح اسال عشان برضه شكلي ما يبقاش وحش، ما ده برضه ممكن يكون بيأثر على البرفورمانس بتاعي. اوكي وشويه هواجس. خلينا نقسم الاسئله انواع. ماشي. من وجهه نظري في حاجه اسمها سمارت كويستشن ودمب كويستشن وليزي كويستشن. ماشي. دول الاسئله الاساسيه. ماشي. تعالى كده نعدي عليهم بسرعه. السمارت كويستشن ان انا السؤال اللي لما اساله اللي قدامي يقول لك جود كويستشن، السؤال ده انا كنت مستنيه. فدي ده ايه شكل السؤال دوت؟ السؤال دوت اللي انا يبقى عندي سيناريو كامل وانا دخلت عملت فيه شويه انفستمنت وعرفت ان هو كانت ال مثلا هو الروت كوز كذا، ده اللي حصل ادى للمشكله الفلانيه، وبناء عليه انا خدت الاكشن الفلانيه. فانا بقى ممكن اسال سؤال: طب يا جماعه عشان انا دلوقتي انا حليتها خلاص المشكله، انا عايز اتجنب حدوث المشكله دي قدام، وحاولت اسيرش لقيت ان ممكن نعمل 1 2 بس انا مش مقتنع قوي، فاحنا ممكن نعمل ايه بناء على خبرتكم؟ فساعتها مثلا ده يقول لك ده سمارت كويستشن، ده سؤال جاي في محله. في نوع تاني من الاسئله هو الدمب كويستشن، واكشلي الدمب كويستشن دوت هو مش حاجه وحشه من وجهه نظري. انا عايز احكي كده يعني ايه ستوري صغيره. انا كنت احنا عندنا في الشغل بتاعنا قايمين شويه على كولابوريشنز، ممكن يعني كل حد عنده اكسبرتيز في تكنولوجي معينه، فلما انا بعوز يعني بقى عندي مشكله في الحاجه بتاعتي هاو ايفر هي مبنيه على انفراستراكشر معينه وانا مش اكسبرت مثلا في الحته بتاعت الفي ام اس اس مثلا، فانا ممكن اوبن كولابوريشن مع حد من زمايلي. تمام. فحصلت حاجه قبل كده ان انا في حد من تيم ما
فتح معايا كولابوريشن بيقول لي انا محتاج دلوقتي حد يساعدني في الحته الفلانيه، قلت له قول سؤالك، قال لا الكاستمر طالب اس ام اي سبجكت ماتر اكسبرت، قلت له يا سيدي اتفضل انا الاس ام اي اتفضل، قال لي لا طالما انت اس ام اي تعالى جامب معايا في الكول. دخلت الكاستمر سال، مش سال، هو شرح لي السيناريو بتاعه، شرح لي مشكلته وشرح لي هو حلها ازاي، وبعد كده قال لي طيب انا عايز بقى سؤالي ليك وات از ذا مينينج اوف ريبليكا. انا شغال في حاجه ليها علاقه بالمايكرو سيرفيس هوستنج وحاجه شبه كده يعني. فاللي هو السؤال ده اللي هو اصلا عارف السؤال اللي انت لما بتساله احنا في الليفل ده احنا هنا احنا هنا وصلنا هنا بس يا رب. بس اتليست بيعرفك اللي قدامك، لا يعني في وقت من الاوقات بيعرفك اللي قدامك هو في انهي ليفل عشان خاطر تسيت الاكسبكتيشن. واكشلي الدمب كويستشنز ديت بتبقى مثلا هي انواع الاسئله اللي لما ابقى مع دكتور بيشرح حاجه وهو متوقع ان احنا مثلا في هو داخل مثلا احنا داخلين statistics 2 مثلا ماده statistics 2 وهو داخل بيشرح يا جماعه احنا النهارده هنشرح البوينت الفلانيه، فنقول له طب معلش يا دكتور احنا وصلنا للبوينت الفلانيه دي ازاي؟ قال لك يا ابني ما انتوا درستوا كذا كذا كذا. ايه ده؟ دي كانت بتتكلم عن ايه اصلا؟ فاحنا يعرف بقى ان احنا محتاجين نعمل كويك ريفيجن على الحته دي. فدي نوعيه الدمب كويستشنز مش دايما بتبقى سيئه طالما هي في الكونتكست الصح. بتعرفني اللي قدامي هو في انهي ليفل عشان خاطر اسيت الاكسبكتيشنز وابدا معاه من الليفل ده. تمام. النوع الثالث من الاسئله اللي هو الليزي كويستشنز، اللي هو بقى مثلا انا دلوقتي في مصطلح جديد ظهر قدامي وانا دخلت الشركه مثلا ولسه انا دلوقتي احتكيت بحاجه في النتورك وانا بحلها لقيت مثلا الكاستمر بيقول لي الاس اس ال كذا مثلا اس ال سيرتيفيكت كان فيها مشكله، انا مش عارف يعني ايه اس اس ال، فما اروحش اقول له يعني ايه اس اس ال او ما اروحش المديري او السينيور بتاعي اقول له يعني ايه اس اس ال. ده ساعتها ابقى انا ده الليزي كويستشن. انا ممكن افتح بيقول لك جوجل اكتب على جوجل وات از اس ال، افتح اي تول واكتب وات از اس ال مثلا. هو ده اسمه الليزي كويستشن، هو السؤال اللي اجابته ممكن بسهوله الاقيها لو انا عملت عليها ريسيرش. بصراحه في الانفايرمنتس اللي انا كنت فيها بيقول لنا مفيش حاجه اسمها ستيوبid كويستشنز او ايفر في ستيوبid انسرز. انا بالنسبه لي وجهه نظري بقى في ستيوبid كويستشنز، والستيوبid كويستشن دوت هو السؤال اللي بيتسال مش في محله. يعني مثلا ما بقاش انا شغال في حاجه ومتعمق وعندنا ايشو ومش عارف حد يجي من بره، ده طبعا يعني هيبقى تشبيه مخل يقول لك يا جماعه تفطروا ايه، بس هو ده طبعا ده تشبيه مخل. بس انا اقصد هو يسالني في حاجه هي ملهاش علاقه بالحاجه اللي احنا بنناقش فيها. ما بقاش مثلا داخل انا ترياش مع التيم والترياش دوت او ليه الستاند اب كول او وات ايفر، كل واحد بيدي ابديت على الحاجه اللي موجوده معاه، وحد يجي يسالنا يقول لنا مثلا حتى لو سؤاله مهم بس في كونتكست مختلف، البروموشن يا جماعه احنا البروموشن دوت هيحصل فيه ايه او ايه البروسيس. انت هتلاقي رد الفعل اللي هو ايه ده؟ ايه اللي وصلنا للنقطه دي؟ هو ده بالنسبه لي اللي بحسه ستيوبid كويستشن. وانا في وقت من الاوقات كنت بسال الاسئله دي. مع الوقت الواحد بيبدا يدرك ان لكل مقام مقال فعلا. انا موجود في الكونتكست فلاني فما ينفعش اسال في كونتكست بره الكونتكست دوت. معاك حق. جات لي برضه اقول حاجه اخيره، جات لي فتره من الفترات اول ما اتعينت كان جالي فيدباك من التكنيكال ادفايزر بيقول لي you are asking the most sophisticated questions I've ever seen. sophisticated. انا كنت جات لي فتره بسال لغرض الاسئله، كان كل ستاند اب كول او كل ترياج بيبقى فيه كده راوند تيبل، يا جماعه لو حد عنده اسئله ان نيوز او ابديتس او كويستشنز يقولها. فانا كنت بشوف الناس حواليا بتسال وانا لسه داخل الشركه جديد، فانا كنت اول مره ما عنديش اسئله، تاني مره بعد كده حسيت لا انا محتاج يبقى عندي اسئله عشان ابين لهم اللي انا بعمل حاجه. فكنت بسال اسئله هي اجابتها يس تنفع واجابتها نو تنفع، ديبينز على انهي كونتكست، فبنصفصت كتير وبضيع وقت الناس اللي حواليا. فده نوع من الاسئله انا ما قريتوش في الكتب، بس ده جاي لي فيدباك عني في فتره من الفترات في حياتي ان انا بسال اسئله سوفيستيكيتد. فانت حاول ما تسالش الاسئله دي، تعرف امتى تسال واسال في ايه، وما بقاش سؤالي يعني الحته لما انا اروح اطلب مساعده من حد يبقى في نطاق السؤال مش تعالى اعمل لي الحاجه الفلانيه او قول لي ستيب باي ستيب بتحصل ازاي. اعتقد ان انت يعني شرحتها بشكل كامل. وبقينا برضو بنهايلايت تاني قصه انك بشكل ما او باخر انت محتاج تدو يور هوم ورك قبل ما تسال السؤال. لو افترضنا ان انت في الكونتكست بتاعت ان انا عندي سماحيه ان انا ادو ماي هوم ورك، بشكل عام ما تسالش وانت ما دورتش. لو عندك مساحه تدور روح دور وتعالى اسال. انما اسال لمجرد السؤال ما انت مش ضامن برضو، لا انت ضامن رد فعل اللي قدامك، ولا انت ضامن السؤال بتاعك تعرف توصله بشكل صحيح، ولا انت ضامن الوقت. في حاجات كتير جدا ممكن تكون بتاثر على القصه دي.
تجنبا لتضييع الوقت وتجنبا لكل الوجع الدماغ ده. دو يور هوم ورك، اعمل ريسيرش اول لو في مساحه انك تعمل ريسيرش، واسال بعدها حتى هتبين للي قدامك ان انت انا عطلت، فبس محتاج ان حد يجايدني في الحته دي، حد يوضح لي الجزئيه دي، انما مش جاي لي من الاول وعايزني اقعد معاك، ما انا برضه مش هسيب اللي في ايدي واقعد ايه افهمك حاجه ممكن لو دورت تعرف تبقى فاهمها شكلها عامل ازاي يعني. اوكي طيب خلينا بقى نخرج بره الحته بتاعه الكويستشنز، وامتى احل المشكله وامتى اروح الجا للسينيور. وعايز اسالك شويه، خلاص انا دخلت الكوربريت، بس بصراحه انا حسيت ان المدير بتاعي صعب شويه، وبيعمل حاجه اسمها مايكرو مانجمنت، اللي هو كل تفصيله في يومي هو بقى بيراقبني كده واقف فوق دماغي يتاكد انت عملت كذا، عنده تشيك ليست عليه على طول. انا ازاي ممكن اتعامل مع المدير الصعب؟ طيب والله كمان المدير الصعب ده التعامل معاه بيختلف من تايتل للتاني يعني. يعني احنا بنتكلم دلوقتي مع ناس لسه في الاول، لسه جونيورز، لسه فريشرز، فطبيعي ان انا هقول مثلا طريقه تعامل مع مدير مثلا ممكن يكون صعب ما تبقاش ابليكابل لحد كبير، ولا عكس. يعني ما ينفعش اقول لك انك مثلا محتاج ان انت تبدا تديبيت على حاجه انت مثلا عارف ان انت صح فيها، ما مش في الحته دي، مش مع المدير الصعب ومش في التايتل الصغير ده ممكن نعمل هذه الديبيت يعني. اتعامل ازاي مع المدير الصعب؟ والله انت بشكل ما او باخر لازم تحدد انت مديرك ده بيدور على ايه في التيم بتاعه. يعني الراجل ده دماغه ماشيه ازاي، بيقيم الناس ازاي، او بيبص على مثلا الحته بتاعت انه فلان عمل اللي عليه او فلان ما عملش اللي عليه ازاي. لما تفهم دماغ مديرك هتبدا ان انت تتصرف بناء على الاكسبكتيشنز اللي طالعه من الدماغ دي. والله انا واحد عارف ان انا مديري صعب ودي حاجه مش هقدر اغيرها دلوقتي، فمضطر ان انا اتعامل مع هذا الوضع. لو افترضنا كده ان انا مش عايز امشي مثلا، او انا المكان ده تمام بس مديري مثلا صعب شويه، مانعني مثلا مقتنع ان المدير نص الشغلانه، ودي بالنسبه لي مقوله مقنعه جدا، لكن هنفترض ان فلان مضطر ان هو يتعامل مع مدير صعب. افهم مديرك، افهم دماغ مديرك، الراجل ده عموما بيبقى باص على ايه، ما بيبصش على ايه، ايه اللي بالنسبه له ممكن يكون بيتعامل معاه بشكل مهم، ايه اللي بتكون بالنسبه له بيتعامل معاه بشكل غير مهم، علشان تبدا تتصرف بناء على هذا الاساس. في الاول وفي الاخر ده الدايركت هيد. الدايركت هيد ده بيتحكم في الفيدباك بتاعك، بيتحكم في البرفورمانس ايفالويشن بتاعك، اللي بالتالي هيتحكم في الريز اللي ممكن تيجي لك كل سنه. فالراجل ده بيتحكم في حاجات كتيره، خصوصا في السكيل الصغير ده. لما بتكبر كمان شويه بيبقاش الراجل ده لوحده، بيبقى فيه ناس تانية، بس على سكيل صغير بيبقى الراجل ده لوحده. فما بتبقاش حاجه حلوه ان انت تعمل كونفليكت مع مديرك عشان هو مدير صعب. ده لو زي ما قلت لك، لو افترضنا ان انت عايز تقعد، فاتعامل مع الموضوع بنوع من انواع الذكاء. حاول تشوف ايه اللي هو بيبص له من ناحيه ان انا بامبريس كمدير الحته دي، ببريس الحته دي كمدير، وايه اللي انا بالنسبه لي ده عادي. فما اروحش اشو كيس الشغل بتاعي اللي بالنسبه لدماغ المدير ده ان هو عادي، واتوقع منه رد فعل انه مش عادي. مش هيحصل. صح. فهي مرتبطه بشكل كلي للناس كمان بالذات اللي هي في الايرلي كارير بتاعها، ان هو يفهم مديره شغال ازاي، فيبدا ان هو يادابت او يتصرف بناء على ده، لحد ما يا مديرك يتغير لما انت تقرر تمشي، ايا كان السيناريو. بس انا بتكلم انك مضطر تتعامل، مضطر ان انا ادبت مع الشخص ده. ليه؟ عشان هو بيكنترول حاجات كتيره جدا في المرحله دي في حياتي للاسف. ف لو انت عندك الاوبشن ان انت تغير المدير ده، جو اهيد مليون في المية. المدير المفروض انه مثلا يكون بيدير الناس بشكل صحي، او بيتعامل مع الناس بشكل اللي هو الاداري الصحيح، ده هيفرق معاك جدا في انك تجرو بسرعه في كاريرك، هتتعلم منه حاجات كتيره جدا. على عكس الباد مانجر او المدير السيء. اوكي انت قول لي رايك. انت قلت يعني ايه حاجه كده مهمه في الاخر، المدير السيء، لان هو في مدير صعب ومدير سيء. المدير السيء ده خلاص ده بيبقى قرار انا وصلت له، اللي هو بعد فتره مع الشخص دوت ادركت اللي هو مش بيشو امباثي، مش بيساعدني في الكارير جروث. في الوان تو وانز ما بيبقاش مهتم مثلا، او مش مهتم اصلا اللي هو يعمل وان تو وانز، مش مهتم بالجروب اي شكل من الاشكال. ف ده ممكن مش افضل مدير انا اشتغل معاه الفتره دي. بس بالنسبه لحته المدير الصعب، انا محتاج اعرف هو صعب ازاي وصعب لانهي درجه. بمعنى هل هو طف؟ فانا يعني based on my experience انا شويه بشوف ان احنا شعوب وقبائل في الارض زي ما ربنا قال. فهو انا ممكن يبقى مديري مش مصري، وهو من عارف كده لما حد يبقى عنده فيدباك عن المصريين، حد عنده فيدباك عن الالمان، حد عنده فيدباك عن، فمثلا ممكن يقول لك الالمان دول بتوع شغل، فهو ستريت فورورد مش عارف ايه.
ده وارد، ممكن ما يبقاش كل الناس الالمان كده، كل المديرين الالمان اللي هشتغل معاهم يبقوا كده. هاو ايفر محتاج اعرف احدد الصعوبه. فهل انا مشكلتي بس اللي هو طف، هو مش بيدخل يضحك، لا. هو راجل ستريت فورورد، وعلى هذا الاساس قررت اللي هو صعب، فساعتها دي ليها تعامل. لو عايزين نعرف ازاي، يعني عايزين تعرفوا ازاي ممكن نتعامل مع الحاجات دي، بقول لنا في الكومنتس. طيب هل هو شخص مش صعب لدرجه اللي هو حته المايكرو مانجمنت دي هو على طول فوق راسي، على طول هو بيسالني اسئله كده، انت وصلت لايه في ديت، عملت ايه، كل الكلام ده. طيب ساعتها انا ابقى محتاج زي ما انت قلت، انا عندي زي تشيك ليست، عارف الراجل ده منتظر مني ايه. اي سيت ماي اكسبكتيشن واي سيت هيم اكسبكتيشن، ادخل ابقى صريح، ابقى اوبن معاه، اقول له في 1 2 3 ممكن اتكلم معاه. يعني الحته دي ساعات احنا بنخاف نعملها، لان انا شايفه اللي هو مايكرو مانجر، هو ممكن ما يبقاش شايف دوت، ممكن دي تبقى طريقته. فارجع في اتكلم مديرين ما معاه. بيشتغلوش غير بطريقه المايكرو مانجمنت دي. انا ممكن ابقى اقول له برضو انا بتوتر لما بلاقيك بتسالني، يعني ممكن ادي لك ريبورت مثلا بشكل ديلي، بدل ما انت تدخل تسالني، لا انا ادي لك ريبورت ويبقى في 1 2 3 4 اللي انت محتاجه مني مثلا كل يوم. فانا ساعتها قللت الهسل على نفسي، وفي نفس الوقت اديت له اللي هو عايزه. فهي كل حاجه انا محتاج شويه ديك ديبر، هو صعب ازاي، واحاول انا افيكس دوت. وفي الاول وفي الاخر انت هتضطر ان انت، لو افترضنا كده ان انت مضطر تتعامل مع هذه الصعوبه بغض النظر عن صعب ازاي، انت محتاج تأدبت على ده. هقول لك حاجه حلوه، ودي برضو بناء على تجربه شخصيه. في مديرين صعب انك تغير طريقه شغلهم، يعني هو طريقه شغله كده، فحتى لو انت قلت له ان انا مثلا بتوتر او انا مثلا عندي مشكله مع طريقه التعامل دي، يقول لك والله انا دي الطريقه اللي انا بمانج بيها الناس. يعني انا از مانجر باخد الباث ده، وانا كنت شغال كمانجر كده بشكل عام، فحتى هو كمان ممكن يوصل لمرحله من الايجو، يعني ان هو يقول لك يعني انا مش هستنى نصيحه من حد صغير. انا يعني انا شايفها بصراحه ان دي شويه مش عايز اقول شاذه، يعني ممكن تبقى مش شائعه ولكن هي موجوده. ومش لدرجه الشاذه اللي هي بتحصل مثلا ايه 1% مثلا من كل المديرين، وارد يبقى بيحصل. هاو ايفر انا اعتقد لو انا في حد، لو في مدير بقى فوقيه وبيقول لي انا دي طريقتي وانا مش هغيرها، هبقى محتاج اتكلم معاه اكتر. غير كده يبقى اسهل عليا لو ما عرفتش اغير الفريم ورك واغير البروسيس، اغير المدير. مش حته تمشي هي اصل غير المدير دي يعني هغير التيم، وتشيز ممكن ما تبقاش ابليكابل في المكان اللي انا موجود فيه. انا يا اما استنى لحد ما يمشي، فانا هخلي برضه حاجه كنت انا بقول لك عليها، انا بحب اشتغل في كوربريتس عشان غالبا في سكيب ليفل مانجر، في ممكن اسكيليت. انا هو انت ما بتسمعنيش، طب انا هروح لحد اكبر. ما هي الحياه بتمشي كده، انا مش خلاص وقفت في قدام حيطه فانا هفضل اخبط فيها الى ما لا نهايه. ما انت الفكره ان ده مش هيبقى موجود في كل الشركات، او ده مش موجود في كل الاماكن. لو متاح استغله از كارد في ايدي ان انا اعدي السكيب ليفل مانجر، اروح للناس الثانيه، السينيور مانجرز، سوري السينيور انجينيرز اللي شغالين معايا. يا جماعه اعمل ايه؟ انا دلوقتي ايه يا جماعه، انا شايف في 1 2 3، اروح للمنتور بتاعي لو انا عندي منتور في البادي، اروح لحد في تيم تاني ممكن يبقى هو اوير اكتر، بيقول لك بص عمر رضا دوت هو شويه ستريكت، هاو ايفر لو عملت 1 2 3 تاخد عينيه. فما بقاش بس كده، لا ابقى بحاول اخد فيدباك عن المدير دوت من الناس الثانيه، احاول افهمه، احاول ان انا يعني ما افضلش واقف بس هو ده بقى اوبستكل كده خلاص وانا ده عقدني في حياتي ووقف لي. لان انت زي ما قلت انا برضو عندي قناعه ان هو المدير مش نص الشغلانه، بس هو جانب كبير قوي أيوة. من الكارير جروث بتاعي، ومن تأقلمي على الوضع اللي انا فيه والشركه، والحته كمان بتاعت اللويالتي. في شركات مهتمه قوي باللويالتي وبتعمل لويالتي بروجرامز، انا مش هبقى لويال لشركه انا بواجه فيها صعوبه مع اللي هو بيقول لك اقرب الناس ليا اللي هو المانجر المهتم او المفروض يبقى مهتم بالكارير جروث بتاعي، او برجع له في الكارير جروث بتاعي، بعتبره از منتور ليا. حاجات كتيره قوي هو حد عندي معاه مشاكل فانا مش هينفع ما احلهاش، لازم احلها. انا اتفق معاك. يعني برضه خلينا يعني بشكل عام حاطين كده زي بوردر لاين، انه على حسب برضه المكان اللي انت فيه هتبدا ان انت تاخد الاكشن. لو مكانك يسمح ان انت تتكلم مع حد هتتكلم مع حد، لو مكانك ما يسمحش انك تتكلم مع حد، ما والله مش هيبقى قدامك غير حاجتين، يعني يتعامل مع هذا الشخص بالطريقه اللي هو مستني الناس تتعامل معاه بيها، يا هتنط.
اوكي اي توتالي اجري بصراحه مع الجزئيه ديت. ولو حد عنده محتاج اسمع برضه راي الناس، لو حد جرب مثلا او سمع من حد من معارفه المدير مثلا كان اكستريم او اود قوي، لو بيتصرف بشكل برضه غريب، احنا برضه مهتمين نسمع راي الناس في حاجه زي كده، يعني اللي هو يقولوا لنا مثلا ممكن نجاوب على مدير بالشكل الفلاني ممكن يتعاملوا معاه ازاي. اوكي طيب اسالك على حاجه تانية يا احمد، وبرضه ودي حاجه ليها علاقه بالكونتكست اللي احنا بنتكلم فيه ده. هل انا ممكن اقول انه الشغل بتاعي هو بس ممكن نحطه كده في القالب بتاع انا عندي تاسكات فانا بعمل التاسكات وخلاص كل سنه وأنت طيب، هو ده الشغل بتاعي؟ يعني انا بقى موجود في الشركه عشان انا عندي تاسكات فمش هشتغل على تاسكات خلاص كده؟ بص هو اللي مطلوب مني انا لازم بعمله، اللي هو الديلي ديوتيز. انا خلاص عارف اللي هو يا رب صبحنا وربحنا. انا كده بصحى من أيوة. النوم بعمل 1 2 3 4. بتجي لي مثلا تيكتس لو انا حد اون كول، لو انا بساعد الناس وات ايفر الشغلانه بتاعتي، فانا في ريكويرمنتس انا بقوم بيها. هاو ايفر اللي بيعمل اللي مطلوب منه بس ممكن نقول somehow بيجارانتيه شويه ان هو يفضل قاعد في مكانه. تمام. يعني هو حد ده بيحقق المطلوب منه. هاو ايفر انا لو عايز اجرو فلازم اشو ان انا بعرف اعمل ديوتيز بتاعت الناس اللي اكبر مني. ما ينفعش اقول ان انا عايز ابقى سينيور، انا دلوقتي جونيور، بعد كده مثلا في بعض الشركات انا جونيور او اسوشيت او سينيور اسوشيت او هو ايفر، عايز انط من فيز لفيز، فلازم ابقى بعرف اعمل الليفل اللي انا عايز اروحه ده بيعمله. فانا ما بقاش اقول عايز ابقى سينيور، انا ما فيش صفات السينيور، ما بعملش التاسكس اللي السينيور بيعملها، ما بقومش بالشغل بتاعه. فدي بوينت. البوينت الثانيه اي نيد تو شو امباكت. لازم يبقى انا موجود في شركه مش بس بعمل الشغلانات اللي عليا بس، لا ده في اضافه بضيفها، ورك فلو بحسنه، بكتب دوكيومنتيشنز مثلا لو في مشاكل انا وقعت فيها، فانا بعمل مثلا ترابل شوتنج جايدز لو مثلا في حد من التيم بتاعي ممكن يقع في نفس المشكله. بعمل نوليدج بيز، يا جماعه انا اتعلمت كذا، بعمل سيشنز، بليد سيشنز، حتى لو هي حاجه 10 دقائق، يا جماعه انا النهارده قابلتني المشكله الفلانيه فعايز اشير معاكم انا ازاي حلتها، لو حد عنده راي تاني ممكن اتعلم منه وما الى ذلك. ده كله بيندرج تحت مسمى الامباكت. في الامباكت كده لما بقوله بيبقى شويه ايه حماس الشباب بصراحه، وده كانت مشكله عندي. انا بقول مشاكل ان هي ممكن تبقى ايه حصلت مع ناس، ممكن تبقى كومن. انا الواحد بيبقى خارج من الكليه كله حماس، حاسس ان هو ذكي جدا، حاسس ان هو شخص اب تو ديت بقى، عشان احنا عارفين ايه الفريم وركس دلوقتي اللي هي احدث حاجه، وبنقرا ريسيرش وعاملين لسه جراديوت بروجرام ما حصلش وكل الكلام ده. فبيبقى في حته كده ايه ايجو ممكن عند بعض الناس، كان منهم انا. فالشركه بقى مستنياني ادخلها، فالحته بتاعت الامباكت ديت بصراحه عملت فيها مشكله في الاول. ايه هي؟ ان انا عايز ادخل اعمل امباكت، انا عايز اضيف حاجات في الشركه ما كانتش موجوده. فدي اكشلي عملت لي مشكله شويه، بشبهها بايه لو عايز اشرحها لحد. دلوقتي لو انت معاك حبل ورابط في اخره مثلا كوره، او رابط في اخره حجر، وانت الحبل ده عايز تعمل بيه دايره، هل هتمسك طرف الحبل وتبدا تعمل دايره؟ يعني لان هي تبقى دايره كبيره، حاجه قطرها واسع، امباكت كبير. لو انا عملت كده اكشلي وقعدت الف الحبل هيلف حوالين رجلي وهقع على وشي. لكن لو انا شويه بدات بالراحه، عرفت اصلا المطلوب مني، وبعد كده بدات ازود عليه واحده واحده، فانا مسكتها من عند الراس وبدات الف، وبعد كده اخلي القطر يوسع ما الى ذلك. لو الناس هي شويه بتتخيلها، مش عارف انا الاكزامبل اللي انا قلته ده واضح ولا لا. اني يعني الامباكت بتاعي مش ببدا اعمل حاجه اللي هتغير مسار الشركه، لا ده انا بعمل حاجه وزن بتسهل على انجينير مثلا شغال نفس الشغل اللي انا بعمله، او بتسهل عليا الورك فلو. كان جت فتره بتاعه الاوتوميشن ده، يعني قبل الاي اي برضو كانت حاجه واو. ببدا اعمل حاجه تسهل عليا شغلي او تسهل شغل على الناس اللي معايا، بيسموها كويك وينز. انا هعمل حاجه سريعه هتسهل الشغل وخدت بيها اللقطه. هاو ايفر هي مش حاجه انا دخلت فيها براسي وممكن ما اعرفش ايه، ما جاتش تاسك اساين عليا بالظبط، ما كبرتش الموضوع وزودت المهام بتاعتي وانا لسه ما بعملش المهام بتاعتي كلها. عايز اعرف منك بقى في حاجه مهمه قوي انت قلتها، يعني عشان برضه اشير رايي في القصه دي. انت قلت ان انا علشان اعرف اكبر او اجرو محتاج ابين للناس او للشركه او لمديري او ان انا بعرف اعمل ريسبونسبيلتيز اكبر من اللي انا بعرف اعملها دلوقتي. فده عمره ما هيحصل وانا شغال على تاسكات انا بس. صح. يعني عمره ما ده هيحصل طول ما انا بعمل تاسكاتي بس. في شركات بتحط
واحده من الطرق اللي بييفالويتوا بيها مين يستحق انه يترقى، بانه يشتغل بالتايتل اللي بعد التايتل بتاعه لمده معينه من الزمن. يعني انت محتاج عشان تترقى في المكان ده ان انت تشتغل انت مش سينيور، انت محتاج تشتغل كسينيور. انت في ديسكريبشن للشغل بتاع سينيور ده، محتاج تشتغل سينيور 3 شهور 6 شهور سنه. بس اثبت انك تعرف تتحط في الوضع ده وتسرفايف. مش تسرفايف كمان، يعني تقوم بمهامك. يعني لما احط عليك اللود ده ما الاقيش بتقع يعني، فاهم؟ فبالتالي ده فاليديشن ان الراجل ده هيبقى جود سينيور. فهي مش بس بعمل التاسكات فخلاص خلصنا، لا، ده انت ممكن تبقى في مكان يتطلب ان انت تعمل حاجه زياده عن الوضع الطبيعي بتاع التايتل بتاعك علشان تنط من حته لحته ثانيه. اوكي. فهي مش دايما هتبقى حاجه بونص ولا حاجه اكسترا ولا حاجه على جنب، ده بالعكس، ده في اماكن هتبقى ريكوايرمنت ان انت تعمل كده. اوكي طيب، يعني كده ممكن نقول از سمري انا محتاج الاول ابدا احدد ايه الديوتيز بتاعتي اللي انا بقوم بيها كل يوم، اعملها بشكل كويس جدا. بعد كده ابدا ازود شويه، ان اشوف ان انا عشان خاطر بقى اجيب بروموشن فانا محتاج 1 2 3 4 ازودهم على الديوتيز بتاعتي ديت. وبعد كده ممكن اشو امباكت از سايد كده اهوت، اقول انيشيتيف لو انا شخص شويه بقالي فتره في الشركه، او اعمل حاجه تسهل على زمايلي الشغل. وبالطريقه ديت انا هبقى شويه بجرو في الشركه. بس اللي بنقول هي واحده واحده، ابدا الاول اندمج في الشركه واعرف انت مطلوب منك ايه، وبعد كده زود دوت. صح. طيب خليني بقى عمر اسالك، ازاي ممكن اندمج في الشركه الجديده مع زمايلي؟ انا خلاص عديت مرحله الانترفيوز، الحمد لله جوت اكسبتد، دخلت الشركه، بس انا حاسس ان انا في مكان جديد. هو انا اكشن في مكان جديد بس حاسس ان انا مش عارف اندمج قوي مع الناس، فازاي ممكن اندمج مع زمايلي؟ طيب خلينا نوضح برضو ان الفتره اللي في الاول دي وانت رايح شركه جديده بيبقى فيها طبيعي توهان، وطبيعي يكون فيها خضه وايه ده، وخصوصا كمان لو انت رايح على مكان كان اكبر من المكان اللي انت كنت فيه، سكيل اكبر، تيم اكبر، شركه اكبر، بتحس انه انا محتاج وقت عشان اهضم كم المعلومات ده. فعشان كده بيبقى فيه البروبيشن بيريد، وبيبقى فيه اللي هي الاونبوردنج فيز، بتبدا ان انت تتعرف فيها على البيزنس، تتعرف فيها على الشركه، تتعرف فيها على التيم اللي انت موجود فيه، تبدا تعمل حاجه اسمها شادوينج. الشادوينج بيبقى مع التيم ميتس اللي موجودين معاك في التيم، تبدا تفهم الناس دي بتشتغل على ايه، الديلي روتين بتاعها عامل ازاي، او الديلي تاسك بتاعتها عامله ازاي. مع الوقت واحده واحده لما بتعدي فتره البروبيشن دي بتبدا ان انت تفهم اكتر التيم بتاعك ده شغال ازاي، او انا مثلا معمول لي اساينمنت في حته انا عارف ان انا محتاج اهندل فيها 1 2 3 4. واحده واحده وانت ايدك شغاله في الحاجه هتبدا ان انت تفهمها اكتر وتهضمها اكتر. انت اصلا جزء من الفتره بتاعه البروبيشن دي بيبقى مرتبط ب ان انت ممكن تكون بتتعامل مع التيم بتاعك بشكل ما او باخر، بتبدا ان انت تسال، تبدا ان انت تفهم والله كل واحد من التيم مثلا ماسك جزئيه معينه، فيبدا ان هو يعرفك ده الحته دي مش شغاله بالشكل الفلاني. ده اولا هيولد حاجه اسمها تيم بوندنج، او هينمي حته التيم بوندنج دي، هيبدا التيم يتعامل معاك على ان انت بتسال عشان تفهم، فالراجل ده عايز يكونتريبيوت معانا، فبنحاول ان احنا نوصل له المعلومه علشان يبقى بارت من التيم بتاعنا. دي اول حاجه بتعملها عشان توطد العلاقه ما بينك وما بين التيم ميت، ودي اصغر حلقه انت موجود فيها في الشركه، الناس اللي معاك في نفس التيم. مع كذا، مع يعني اول او تاني 1 تو 1 مع مديرك، بتبدا ان انت تفهم مديرك، تتعود عليه، تعرف هو بيدور على ايه، الاكسبكتيشنز اللي محطوطه على منك انت من ناحيته عامله ازاي، وتبدا تفهم انا همشي الدنيا مع المدير ده والناس اللي انا معاك في التيم دول بالشكل الفلاني. واحده واحده لما يبدا السكوب بتاعك يكبر شويه هتبدا تتعامل مع تيمز ثانيه، في بوينت اوف كونتاكتس، ناس ثانيه في تيمز ثانيه، بيبقى في نوع من انواع التيم كولابوريشن ما بينك وما بينهم، فهتبداوا تشتغلوا على بعض، تشتغلوا مع بعض على بروجكتس، او تبداوا تشتغلوا مع بعض على انيشيتيفز، فتبدا الدايره بتاعه العلاقات دي تزيد، تحس ان انت بدات تندمج اكتر وتدخل اكتر في البيئه بتاعه الشركه، وتحس ان الموضوع بقى ايه، ماشيه بشكل طبيعي. انت بس ما تبقاش حاطط اللي هو لا انا محتاج ان انا الناس دي تعرفني، محتاج ان مش يعني، ادي للموضوع وقته، خد الموضوع بشويش بالراحه، اعمل الطبيعي بتاع المسمى الوظيفي اللي انت داخل عليه ده يكون بيعمله بشكل عادي جدا. ابدا اسال اسئله منطقيه جدا زي ما احنا بنتكلم، تسال اسئله ازاي وتسالها لمين، وانت مع الوقت هيبدا الناس لما تبدا تاخد تاسكات، تبدا ان انت تشتغل، تبدا الناس تتعرف تبقى عارفاك، وانت تبدا ان انت يبقى في نوع من انواع التراست ما بينك وما بينهم، وهيبدا السكيل بتاعك يكبر، او السكوب بتاعك كمان يكبر، تعرف على الناس اكتر، وهكذا، فتحس ان الدنيا بقت سهله وبسيطه. اوكي. دي وجهه نظري، انت قول لي برضو وجهه نظرك. بص اي كانوت اجري مور على اللي انت قلته، بس انا ممكن اقول بونص انسر بصراحه. يعني هو
كل اللي انت قلته دوت هي نفس الاجابه بتاعتي، مش عايز اكرر بس الاجابه. تمام. بس في حاجه زياده كده اهوت، انا يعني يعني بناء على اللي شفته في الشركات بيبقى في كوميونيتيز جوه الشركات. تمام. في فري كوميونيتيز، انا هوضح دلوقتي، يعني في فري كوميونيتيز وفي كوميونيتيز شويه ايه محتاج تبذل ايفورت او هي صعبه شويه ان انت تدخل فيها. تمام. يعني ايه كوميونيتيز؟ هي مجموعه من الناس بتتلاقى في ما بينهم حاجه مشتركه من الاخر. ماشي. في الكوميونتي بتاعت المصلين، انا بقول لك بقى ايه، ده انت جايبها من البلدي كمان. ماشي. في الناس اللي بتخش تصلي كده هوت كل يوم، طول مثلا احنا قاعدين بيعدي علينا اتليست ظهر وعصر جوه الشركه، فمع الوقت انت راجل بتصلي، دخلت اتعرفت على مجموعه من الناس، هتلاقيهم كده ايه بعد فتره، بعد اسبوعين ثلاثه يجي حد منهم ايه هتصلي معانا ولا ايه، فتبدا تعرف ناس جديده. صح. ده انا بقول لك بونص، يعني ده بره الشغل كمان. يعني انت اهم حاجه اللي انت قلته ده البونص، ده الزياده. في كوميونتي تانية مطبخ للناس اللي بتشرب مشاريب أيوة. كل شويه وبتاخد بريك. أيوة. دول مش شرط يبقوا في التيم، يعني التيم ميتس او ناس معاك، دول ناس من بره الشركه، يعني مش من بره من بره التيم، بره التيم. الناس اللي بتاخد بريك كل شويه، ومش كل شويه بس عندهم وقت كده بياخدوا فيه البريك مع بعض، يخرجوا يقعدوا بره يشربوا حاجه ياكلوا حاجه وات ايفر. فانت ايه بتعرف ناس من ديت برضو اكتر. صح. في الكوميونتي بتاعت الفطار، الناس اللي بتطلب فطار كل يوم، خلاص وانس ان انت ما بتجيبش فطار من بيتك. كان عندنا جروب على سلاك، في شانل على سلاك اسمها فطار بريك فاست او فطار بس. فدي كوميونتي انت دخلت فيها عرفت منها ناس زياده. في كوميونتي المدخنين، وهذه ليست دعوه للتدخين، والتدخين حرام ومضر بالصحه وكل حاجه، بس هي في كوميونتي في الشركه كده. واكشلي الكوميونتي بتاعت المدخنين ديت برضو في احد الشركات اللي انا كنت فيها، هي كانت الكوميونتي اللي بعرف منها اخبار الشركه كلها. في ال10 دقايق بتوع السيجاره دول الناس بتطلع اسرار في المطبخ انا ما كنت ومش اوير بيها، وما اعرفش ان في التيمات عندنا بتعمل كذا. وعايز اقول لك بتوصل كمان لدرجه المرتبات والناس عملت ايه وفلان الفلاني مشي ليه، بيبقى فيها نميمه مش طبيعيه جدا. هاو لو دخلتها بشكل ودي من غير ما تبقى مدخن هيبقى يعني ايه يعني حاجه كويسه ليك، بس حاول تبعد بعيد عن الدخان. حد يبعتك في الكومنت يقول لك انا بدخن ومفيش حد في التيم كله بيدخن، اعمل ايه؟ حاول تقنعهم او انت خليك زيهم يعني. في كوميونتي صعبه شويه بتاعت الاتش ار اللي هي ايه، عشان تدخل دايرتنا محتاج فيزا وتاشيره، دي صعب ان انت تدخلها. ناس طيبين. هاو ايفر في شركه احنا كنا الاثنين فيها ودخلناها، ما دخلناهاش، هو في حد منها انضم لنا وكودوز يعني اللي هنقول انجي بس كده، مش هقول كل الاسم لغايه ما نستاذنها، وعشان محتاجين نتكلم عليها في حلقه ان شاء الله المنتور شيب. دي برضو بتعرف منها حاجات كتيرة، بتعرف مثلا open vacancies، بتعرف ان في بعض المديرين محتاجين حد معين، وانت لو مش مالكش علاقة بالمدير وممكن عايز تنقل من تيم، او دي better opportunity ليك، فبتبدأ تعرف منها حاجات شبه كده. في يعني انا زي ما بقول كده في الاخر حاول تدور على الكوميونتي في شركتك، مش شرط يبقى كل الكوميونيتيز اللي انا قلتها دي موجوده في شركتك، هاو ايفر هتلاقي فيها بير مينيمم. ممكن تبقى فيهم كلهم. دي فين بالظبط؟ كلهم ممكن يبقوا موجودين، يعني اكشن كل الشركات اللي انا دخلتها كان فيهم كلهم. لا وانت خش كلهم. خش الكوميونيتيز كلها بس ما تدخنش يعني اهم حاجه. والاتش ار دي صعب ان انت تدخلها، انا بقول لك اهو. بس وده كان اخر سؤال اعتقد في الحلقه ديت نختم بيه. وان شاء الله استنونا في حلقه جايه من كلام اوفر فلو. شكرا ليكم. شكرا ليكم.